أهلا بكم في هذه المداخلة اللي غنهضروا فيها على بلاغ حزب العدالة والتنمية الثاني اللي رد فيه على بلاغ الديوان الملكي. وقبل ما ندخلوا في الموضوع لابد من طرح الأسئلة التالية: واش كان من الضروري أن حزب العدالة والتنمية يرد على بلاغ الديوان الملكي؟ علاش حزب العدالة والتنمية ما بغاش يفهم أن بلاغ الديوان الملكي كان رد حاسم وصارم وواضح على بلاغ الحزب اللي مشى كينتقد فيه ناصر بوريطة وكيتهموا بالدفاع على إسرائيل؟ علاش ما التزمش بن كيران الصمت تجاه بلاغ الديوان الملكي وهنا راسو وتفادى غضبة جديدة من الملك؟ واش البلاغ الثاني ديال الحزب جا باش يرد على الملك ولا على الأحزاب والجهات اللي انتقدت بلاغ الحزب الأول؟ شنو كان موقف بن كيران من الناس اللي انتقدوا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق نهار وقع على اتفاقية استعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل؟ علاش حزب العدالة والتنمية ما بغاش يفهم أن الأمور اللي هضر فيها هي من اختصاص الملك بوحده، وأن بلاغ الديوان الملكي هضر بوضوح على القضية الفلسطينية وسواها مع قضية الصحراء المغربية، ورفض أي مزايدات سياسية من أي جهة كانت في هذا الشأن؟ واش بن كيران قرر يكون مسخوط الملك؟ يوم الأربعاء 14 مارس 2023 صدر حزب العدالة والتنمية البلاغ الثاني اللي كرد فيه على بلاغ الديوان الملكي. بلاغ الديوان الملكي اللي جا باش يرد على المغالطات والتجاوزات اللي ارتكبتها الأمانة العامة للحزب المذكور في البلاغ الأول، واللي انتقدت فيه ناصر بوريطة وزير الخارجية واتهمته بالدفاع عن إسرائيل. ومن خلال هذه المداخلة غادي نردوا على هذا البلاغ ونكشفوا بالحجة والدليل النصب والاحتيال السياسي ديال بن كيران وحزب العدالة والتنمية، ونبينوا كيفاش كيلوي بن كيران عنق الدستور المغربي ديال 2011 وكيبغي يعطي للجرم السياسي اللي اقترفه هو وحزبه المشروعية الدستورية والقانونية. في البلاغ الأخير قال حزب العدالة والتنمية أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تلقات البلاغ الصادر من الديوان الملكي بكل ما يليق من تقدير باعتبار مكانة جلالة الملك حفظه الله، وانطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام. أشهد التحايل يا سي بن كيران، أشهد المناورة، أشهد المغالطة. واش العدالة والتنمية ما بغاش يتخلص من الإدمان على تمرير المغالطات وعلى ارتكاب المزيد من التجاوزات؟ هذه مغالطة جديدة وتحريف للحقيقة يا سي عبد الإله. مغالطة أنك تفسر غضبة الملك بأن جلالته اعتقد أن العدالة والتنمية قلل من التوقير والاحترام الواجب للملك بمنطوق الدستور. شكون قال لك أن الملك غاضب لأن الحزب ما وقروش في البيان ديالكم؟ شكون قال لك أن الملك غضبان لأن حزب العدالة والتنمية قلل من الاحترام ديالو للملك؟ لو أن الأمر كذلك كان ممكن يكون تصرف آخر من غير إصدار بلاغ من الديوان الملكي. ما تقدروش يا سي بن كيران ما توقروش الملك وما تحترموش طبقا للفصل 46 من الدستور. الملك ما قالش ليك عايرتوني ولا قللتوا عليا العفة. الملك قال لك ما احترمتيش الفصل 47 والفصل 48 والفصل 49 من الدستور. الملك هو اللي كيعين الحكومة طبقا للفصل 47، والملك هو اللي كيترأس المجلس الوزاري طبقا للفصل 48، والملك هو اللي كيحط التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الداخلية والخارجية طبقا للفصل 49. ها علاش الملك غضب على حزب العدالة والتنمية، وها علاش الملك جبد ليك ودنيك وعطاك آخر إنذار يا سي عبد الإله. قلت يا سي بن كيران في البلاغ الأخير أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها. ماشي لخاطرك ما تقبلش توجيهات الملك، لأنك عارف أشنو ممكن يوقع ليك كأمين عام لحزب سياسي بالمغرب، وشنو ممكن يوقع لحزب العدالة والتنمية طبقا للدستور والقوانين والأنظمة اللي كتنظم تأسيس الأحزاب وكتحدد ضوابط العمل ديالها. علاش ديك أن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات؟
واش بغيتي تاكد لينا ان الحزب في قرارة نفسه حس بالحرج؟ واش بغيتي تقول لنا ان الملك شمت فيكم خصومكم السياسيين وكاع اللي كان باغي فيكم الخدمه مثلا؟ لا سيدي، غير حس بالحرج. راه فعلا حطيتي الحزب في حرج يا سي عبد الاله، راه فعلا حطيتيه في موقف لا يحسد عليه، وكان الله في عونك وفي عون كل واحد كينتمي لحزب العداله والتنميه. في نفس البلاغ قلت يا سي عبد الاله ان الامانه العامه كتنفي نفيا مطلقا كل ما يمكن ان يفهم من بلاغها المذكور انه تدخل في الاختصاصات الدستوريه لجلاله الملك وادواره الاستراتيجيه، والتي مفاتيح الحزب يعبر عن تقديره العالي لها وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته وسيادته الوطنيه. محاولة النفي ديالك لتدخل الحزب في الاختصاصات الدستورية ديال الملك وأدواره الاستراتيجية كتأكد أنك فهمتي الميساج ديال بلاغ الديوان الملكي، فهمتيه مزيان يا سي عبد الإله، وبغيتي تحيد التهمة عليك. ليس إلا حزب العدالة والتنمية فعلا تدخل في اختصاصات الملك الدستورية. وباش نأكد هاد الهضرة مزيان غنسمعوا مقتطف من تصريح ديال السي بن كيران على اليوتيوب كان خرج به ردا على الهجمة اللي تعرض لها سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة آنذاك. والمناسبة كانت هي توقيع سعد الدين العثماني على عودة العلاقات ما بين المغرب وإسرائيل أمام جلالة الملك. نشوفوا هذا المقطع ونرجعوا. هذه واحد المرحلة عشنا فيها واحد الظرف وكنا فيها أمام واقع. الأمين العام ديالنا ورئيس الحكومة ديالنا وقع أمام جلالة الملك واحد الحاجة فهمتيني ولا لا اللي جابتها الظروف. احنا تفهمنا وانا ضد الاساءة للدكتور سعد الدين العثماني بهذا السبب. راه كاينه ظروف ياك السي عبد الاله، كاينه ظروف. ديك النهار فاش وقع سعد الدين العثماني صحيبك على اتفاقيه عوده العلاقات قلتي كاينه ظروف، وبوريطه مسكين باغي تلبسو، بغيتي تزايد عليه، بغيتي دير فيها بطل اسلامي بطل قومي، بغيتي تقرض عليه الجهد، بغيتي تطلع على ظهره. علاش اليوم ما غنيتيش كاينه ظروف وسكتي؟ سعد الدين العثماني كانت عنده ظروف وناصر بوريطه ما عندوش ظروف. هذا سميتو السي عبد الاله طنز العكري، هذا سميتو ضحك على الدقون، هذا سميتو لعب الدراري، سميتو حزب بجوج الوجوه. وإلا ما كانش هاد الشي ديالك طنز عكري وضحك على الدقون ولعب الدراري، شنو نسميوها السي عبد الاله؟ شنو نسميوها السي عبد الاله؟ نسميوها الرقيع؟ نسميوها الرقيع في السياسه؟ ايوا جاوب المجتهد، شنو نسميو هاد الشي؟ هذا الرقيع، رقيع في السياسه، هذا الرقيع، رقيع في السياسه. عاود 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 السي عبد الاله، عاود اش قلتي؟ هذا الرقيع، رقيع في السياسه، هذا الرقيع، رقيع في السياسه. عرفناك دابا وليتي في المعارضه، ولكن ما تكذبش على المغاربه، ما تعطيش وجه البارح ووجه اليوم. كنت تدافع على ناصر بوريطه الا افترضنا ان الحزب ديالك بغى يحرجك مع الملك وبغى يورطك معاه، ولا قلتي هذه ورقه جابها الله نخرج نلعب بها ونربح منها نقيطات انتخابيه ونرجع للحزب ديك اللعيبه ديال الحزب الاسلامي ديال التطبيع. كيفاش كتنفي ان حزب العداله والتنميه ما تدخلش في اختصاصات الملك؟ كيفاش درتي ليها وانت عارف مزيان انه تدخل ونص؟ انت ارتكبتي جريره التدخل في اختصاصات الملك مع سبق الاصرار والترصد، وجاي من بعد ما زرقتي هاد الزرقاء الخايبه تنفي. وباش ناكد لك انك عارف اختصاصات الملك مزيان وعارف انك خرمزتيها وبس قلتيها، غنجيب لك مقطع من نفس التصريح السابق ديالك في اليوتيوب باش نوريك وجهك في المرايه ونكشفك ونكشف مراوغاتك ومناوراتك المفروشه. نشوفوا هذا المقطع ونرجعوا. ولا شي وحدين كيقولوا له علاش كاع انت
علاش السي سعد انت كاع يعني حشمان ولا لا؟ غير معقول هذا الكلام. هذيك واحد الحاجه خارج السياق. تفهمنا مصلحه بلادنا، قرار اتخذوا سيدنا بكل صراحه، وسيدنا تيتصرف في اطار الصلاحيات ديالو، هو اللي عارف المغرب، هو اللي عارف البلاد، واتخذ قرار. احنا ما يمكن لنا الا نكونوا معه، ما يمكنناش نكونوا ضده في قضيه كبيره مثل هذه، لا سواء تعلق الامر بقضيه اقاليمنا الجنوبيه ولا سواء تعلق الامر بقضيه فلسطين. فاش كنت انت رئيس حكومه كنت عارف صلاحيات الملك، وفاش كان سعد الدين العثماني وزير خارجيه كنت عارف صلاحيات الملك، وفاش كان سعد الدين العثماني رئيس الحكومه كنت عارف صلاحيات الملك، فاش قال له الملك وقع مع اسرائيل كنت عارف صلاحيات الملك، وفاش بغيتي تطاكي عليه كنت عارف صلاحيات الملك. ملي انت عارف صلاحيات الملك جداك البوريطه يا سي بن كيران. شكون قال لك يا سي بن كيران ان ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيده بما يخوله الدستور لاي حزب سياسي، من كون ان الاحزاب تؤسس وتمارس انشطتها بحريه في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي اطار حريه الراي والتعبير المكفوله بكل اشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستوريه. شكون قالها لك؟ شكون كذب عليك؟ شكون قالها لك؟ موقف الحزب ديالك يا سي عبد الاله من ناصر بوريطه ما احترمش الدستور، لان الفصل السابع من الدستور عاطيك الحق في التعبير عن اراده الناخبين، ماشي اراده الشعب، ماشي اراده المواطنين والمواطنات. عاطيك حق المشاركه في ممارسه السلطه على اساس التعدديه والتناوب بالوسائل الديمقراطيه وفي نطاق المؤسسات الدستوريه. انت في بلاغك يا سي عبد الاله ما جيتيش باش تعبر على اراده الناخبين، انت جيتي كتعبر على موقف وطني ما عرفناش منين جبتيه. الموقف الوطني ماشي انت بوحدك في البلاد اللي عندك الحق تعبر عليه، وما فوض لك حتى واحد تعبر على الموقف الوطني. واش تشاورتي مع الشعب المغربي؟ جاوب. واش تشاورتي مع الشعب المغربي؟ واش درتي استفتاء شعبي وقال لك الشعب انه ضد التطبيع؟ واش فوضوا لك المغاربه تهضر بلسانهم وحنا ما فرصناش؟ انت ما عبرتيش على موقفك من خلال ممارستك للسلطه، وما عبرتيش عليه في نطاق المؤسسات الدستوريه. ياك الحزب ديالك كاين في المؤسسات الدستوريه، ياك عندك مجموعه نيابيه في البرلمان، ياك عندك برلمانيين. علاش البرلمانيه ديالكم ناديه القنصوري اللي هي عضوه في اللجنه الخارجيه والدفاع الوطني والشؤون الاسلاميه والمغاربه المقيمين في الخارج ما طرحتش المشكل على ناصر بوريطه؟ علاش ما وجهتش المجموعه النيابيه ديالكم بوحدها ولا مع فروق مجموعه المعارضه في مجلس النواب طلب رئيسه اللجنه الخارجيه والدفاع الوطني والشؤون الاسلاميه والمغاربه المقيمين في الخارج العقد اجتماع للجنه لمواجهه وانتقاد ناصر بوريطه؟ هذه هي المؤسسات الدستوريه اللي هضر عليها الدستور، وهنا فين العداله والتنميه عنده الحق يحل فمه حتى الودني، ماشي تخرج ببلاغ سياسي في حال الا ما كانش المؤسسات الدستوريه اللي مسموح لك فيها تناقش بحال هذه القضايا. العداله والتنميه يا سي عبد الاله ما مارسش حريته، ولكن نقص على اختصاصات وصلاحيات الملك واختصاصات ناصر بوريطه واختصاصات الحكومه وواجبها الدستوري تجاه الملك. فبلا ما تضحك علينا، بلا ما تضحك علينا وتقول لنا ان بلاغ الحزب ياتي في سياق تفاعل الحزب حق المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجيه باعتباره حق عضوا في الحكومه، يخضع كباقي زملائي في الحكومه للنقد والمراقبه على اساس البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط الرئيسيه للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالاخص في الميادين السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه والثقافيه والخارجيه ويا. قلت يا سي عبد الاله ان بلاغ الامانه العامه الاخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابته والمتواتره في دعم القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبه عبر مؤسسات الحزب وهيئاته. وقلتي في اطار الاجماع الوطني. بغيت غير تفسر لينا شنو كتقصد بهذا الاجماع الوطني؟ منين جبتي هذا الاجماع بعدا؟ ياك ما جبتيه من كتب التراث؟ ياك ما سارقوا من عند ابن تيميه وابن القيم؟ فين هو هذا الاجماع الوطني؟
وريه لينا عافاك. يمكن النظر ديالنا ناقص، يمكن حنا ما بقيناش نشوفو. شكون قال لك المغاربه ضد التطبيع؟ شكون قال لك المغاربه ضد التطبيع؟ وشكون قال لك ان العلاقه بين المغرب واسرائيل تطبيع؟ واش كتب لك صلاح الدين الايوبي القضيه الفلسطينيه في السميت وحنا ما فراسناش؟ واش ورثتها لك حماس والجهاد الاسلامي؟ الا كنتي قاضي حاجه بالاجماع في مجالس الحتيت والدعوه والارشاد، فهنا خاصك تجمع راسك، وخاصك تعرف ان امور الدين موكوله للملك بصفته امير المؤمنين. هادشي علاش قلت لك راك خليتيها، راك درتي كثر من هادوك اللي تفجروا في 16 ماي فاش هضرتي في البلاغ الاخر على الواجب الشرعي. الواجب الشرعي اللي هضرتي عليه ما كيلزم حتى واحد من المغاربه. سير هضر به مع مريديك وتابعيك وسدناتك. المغاربه عندهم امير المؤمنين والمجلس العلمي الاعلى هو اللي كيقول لهم هذا واجب شرعي وهذا ماشي واجب شرعي. سي بن كيران، اسمح لي نقول لك انك خاصك تسكت، خاصك تسكت شويه، خاصك تدخل لدارك وتدخل سوق راسك ودير مراجعه الذات كيف ما قالت القايده حوريه. فاش غادي دير مراجعه الذات غادي تعرف انك عورتي المها عينها ودبزتيها دبزه ما عندها حساب. انا فاش قريت التوجيه ديالك نهار 2 13 مارس 2023 اللي نشرتيه في موقع العداله والتنميه، وقلتي فيه انك توجه جميع اعضاء الحزب ديالك ومسؤوليه لعدم التعليق باي شكل من الاشكال على بلاغ الديوان الملكي وعدم تقديم اي تصريح حوله الى حين اجتماع الامانه العامه للحزب لتدارس الموضوع. ملي قريت هاد التوجيه قلت مع راسي والله الا السي عبد الاله دارها مزيانه. قلت راك خدمتي عقلك وقلتي مع راسك ندير توجيه للناس ديال الحزب، حسن ما يمشي شي واحد يعلق على بلاغ الديوان الملكي من دايتو لراسو ويخليها على راسو ويخليها على الحزب ويخليها عليك انت شخصيا. قلت مع راسي السي بن كيران دار هاد التوجيه لانه خاف يخرج شي واحد بحال افتاتي مثلا ولا بوانو ويدبزها كيف ما دبزتيها انت في البلاغ الاول. الساعه انت سكتي كلشي باش تدبزها انت شخصيا. ايوا دابا خاصنا نسميوك الدباز العام لحزب العداله والتنميه ماشي الامين العام. الى اللقاء.